جدا جدا. احنا طبعا يا شباب نزلنا مراجعة التاريخ ونزلنا سؤال دلل. النهارده هناخد سؤال ماذا يحدث اذا، وبالليل هراجع الجغرافيا كاملة بالخرائط. بس قبل ما نبدأ أول حاجة الصلاة على النبي، ولو مش مشترك في القناة انزل اعمل اشتراك وضغط لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: ماذا يحدث إذا واحد لم تتميز سواحل قارة أوروبا بتعرجها؟ برافو عليك يا حبيب قلبي، لما يتم إنشاء الموانئ الطبيعية بها. اتنين: ماذا يحدث إذا اقتربت السلاسل الجبلية من سواحل البحار والمحيطات؟ إيه اللي هيحصل؟ تضيق السهول الساحلية المطلة على البحار والمحيطات. ماذا يحدث إذا تغير المناخ في المناطق الشمالية من قارة أوروبا إلى المناخ المعتدل؟ برافو عليك، يصبح بارد شتاء معتدل صيفا، وأمطار طوال العام خاصة في الصيف، وتوجد به حيوانات الفراء الكثيفة مثل الدب القطبي، وتنمو به الغابات المخروطية ويزداد تركز السكان به. ماذا يحدث إذا كانت جبال الإنديز بعيدة عن المحيط الهادي؟ يتسع الساحل الساحلي لأمريكا الجنوبية على المحيط الهادي. ماذا يحدث إذا زاد اهتمام دول أفريقيا بتعليم الإناث؟ والله لو دول أفريقيا دي زاد الاهتمام بتعليم الإناث، إيه اللي هيحصل يا شباب؟ برافو عليك، انخفض معدل الأمية، وبالتالي انخفضت العادات والتقاليد السلبية زي إيه كده؟ مثل الزواج المبكر وإنجاب عدد كثير من الأبناء. ماذا يحدث إذا قامت أفريقيا بالاستفادة من ثرواتها المعدنية والزراعية في التصنيع؟ تحولت القارة النامية التي تعتمد على الزراعة إلى قارة صناعية وزاد مستوى الدخل بها. ماذا يحدث إذا انخفضت نسبة صغار السن في الدول النامية؟ لو انخفضت نسبة صغار السن في الدول النامية، إيه اللي هيحصل؟ طبعا لم تتحمل هذه الدول ميزانيات ضخمة لتوفير الاحتياجات اللازمة لهم من غذاء وملبس وتعليم وصحة. ماذا يحدث إذا ارتفع عدد الأطباء في مصر بالنسبة للسكان؟ إيه اللي هيحصل؟ أصبحت مصر من الدول فائقة الرعاية الطبية. ماذا يحدث إذا لم يكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح؟ لم يكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح، لم تتعرض الدولة المملوكية لأزمات مالية وتدهور اقتصادي. ماذا يحدث إذا هزمت القوات العثمانية في معركة مرج دابق؟ إيه اللي كان يحصل؟ لم تصبح الشام ولاية عثمانية، ولم يفتح الطريق إلى العثمانيون لفتح مصر. ماذا يحدث إذا انتصر تومانباي في معركة في موقعة الريدانية عام 1517؟ برافو عليك، لم تتحول مصر إلى ولاية عثمانية ولم تنتهي دولة المماليك. ماذا يحدث إذا لم يطبق العثمانيون نظام الالتزام؟ لم تتدهور الزراعة والحياة الريفية للمجتمع المصري. ماذا يحدث إذا انهزم الأسطول الإنجليزي في معركة أباكير البحرية؟ إيه اللي كان هيحصل يا شباب؟ لم يتم تحطيم الأسطول الفرنسي، ولم يتم حصار الأسطول الإنجليزي للشواطئ الشمالية لمصر. لم تتوقف التجارة الخارجية لمصر. ماذا يحدث إذا لم تقف الزعامة الشعبية بجانب محمد علي لم تقف الزعامة الشعبية بجانب محمد علي ضد فرمان 1806؟ لم يتم نقل محمد علي إلى سالونيك وتولى حكم مصري والي عثماني. ماذا يحدث إذا نجحت حملة فريزر في تحقيق هدفها؟ إيه اللي كان يحصل يا شباب؟ خلع محمد علي من حكم مصر، وتوليت محمد بك الألفي تبعها المملوكي الحكم. ماذا يحدث إذا أبقى محمد علي نظام الالتزام؟
لم يستطع محمد علي النهوض بالزراعة وتوفير أكبر قدر من الإنتاج الزراعي. ماذا يحدث إذا لم يتمكن محمد علي من ضم السودان؟ لم تنشأ مدينة الخرطوم العاصمة، ولم يتم اكتشاف منابع نهر النيل. ماذا يحدث إذا لم تفرض الدول الأوروبية معاهدة لندن 1840 على محمد علي؟ لم يتم إعادة بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية إلى السلطان العثماني، ولم يتم تثبيت محمد علي في حكم مصر، ولم يعلن خضوع محمد علي للسلطان العثماني. ماذا يحدث إذا لم يتم اكتشاف حجر رشيد؟ لم يتوصل إلى حل رموز اللغة المصرية القديمة ومعرفة التاريخ المصري القديم. ماذا يحدث إذا رفض الخديوي توفيق مطالب الوطنيين في 9 سبتمبر 1881؟ لم يتم إسقاط حكومة رياض باشا المستبد، ولم يتم تشكيل مجلس النواب، ولم يتم زيادة عدد الجيش إلى 18,000 جندي. ماذا يحدث إذا قام أحمد عرابي بتعطيل الملاحة في قناة السويس؟ عدم وصول القوات البريطانية إلى الإسماعيلية واحتلالها والتقدم نحو مدينة القصاصين. ماذا يحدث إذا لم يعلن السلطان العثماني عصيان أحمد عرابي؟ لم تضعف الروح المعنوية للمقاتلين المصريين وهزيمة الجيش المصري. لم تضعف الروح المعنوية للمقاتلين المصريين ولم يتم هزيمة الجيش المصري. ماذا يحدث إذا انتصر أحمد عرابي في معركة التل الكبير؟ لم تتوجه القوات البريطانية إلى القاهرة لاحتلالها. ماذا يحدث إذا لم يتم إصدار اللائحة السعدية عام 1858؟ لم يصبح للفلاح الحق في توريث الأرض الزراعية. ماذا يحدث إذا لم يعارض محمد فريد فكرة مد امتياز قناة السويس؟ إيه اللي كان هيحصل؟ وافقت الحكومة على طلب الشركة على مد الامتياز 40 عاما. ماذا يحدث إذا لم يقاطع الشعب المصري لجنة ميلنر؟ لم يقاطع الشعب المصري لجنة ميلنر. إيه اللي كان يحصل؟ يتنازل الشعب عن الوكالة التي أعطاها للوفد المصري. لو الشعب المصري ما قطعش لجنة ميلنر يتنازل الشعب عن الوكالة التي أعطاها للوفد المصري، وستؤدي إلى استقلال مصر سوريا. ماذا يحدث إذا لم يتضمن تصريح 28 فبراير 1922 التحفظات الأربعة لحقق للمصريين أمانيهم الوطنية كاملة ونالت مصر استقلالها؟ ماذا يحدث إذا لم يتم اغتيال السلستاك عام 1924؟ لم يتم سحب الجيش المصري من السودان ولم تستقيل وزارة سعد باشا. ماذا يحدث إذا لم يعترض الشعب المصري على دستور 1930؟ لم يضطر الملك فؤاد إلى الرضوخ لمطالب الأمة وإعادة دستور 1923. ماذا يحدث إذا لم تحاصر الدبابات البريطانية قصر عابدين عام 1942؟ لم يتم تأليف وزارة مصطفى النحاس باشا رئيس الحزب الوفد. لم يتم تأليف وزارة مصطفى النحاس باشا رئيس حزب الوفد. ماذا يحدث إذا لم يعلن مصطفى النحاس إلغاء معاهدة 1936؟ إيه اللي كان هيحصل؟ لم تطلق الحرية للشعب للنضال المسلح ضد القوات البريطانية ومهاجمة جماعة الفدائيين للمعسكرات البريطانية. ده كان سؤال يا شباب، ماذا يحدث إذا؟ وإن شاء الله بالليل هنزل مراجعة الجغرافيا كلها بالخرائط، ورب تكونوا استفدتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.